السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا في القناه ديالكم واش اخباركم. والخبر الاول هو ان الزوجه ديال اللاعب اشرف حكيمي كتعلن رسميا على الانفصال ديالها مع اللاعب اشرف حكيمي. والخبر الثاني وهو ان البعثه ديال المنتخب الوطني المغربي تعرضوا لواحد الموقف ملي كانوا في الفندق بالعاصمه الاسبانيه مدريد باش انهم يوجدوا المباراة ضد المنتخب البيرو. نرجعوا دابا للخبر الاول اللي هو ان هبه عبوك الزوجه ديال اللاعب اشرف حكيمي استغلت الفرصه اللي كيتواجد فيها اللاعب اشرف حكيمي ضمن الاستعدادات لمواجهه المنتخب البيرو في اسبانيا. خرجت بواحد ستوري على الحساب ديالها في منصه الانستغرام كتعلن رسميا على الانفصال ديالها من اللاعب او من الزوج ديالها اللاعب اشرف حكيمي. وقالت من بعد ما ترجمت ما جاء في ستوري على الحساب ديالها في الانستغرام باللغه العربيه: اشعر اليوم بواجب من واجبي أن أعلن عن هذا البيان للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات المضللة التي يتم تداولها بشكل مباشر، وحتى عندما يمكن للصمت أن يساعد في مواضيع أو قضايا حساسة معينة، فأنا بحاجة ماسة إلى شرح نفسي حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة، وحماية أطفالي قبل كل شيء. من هم وكيف يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك؟ أولوياتي المطلقة الحقيقة هي أنه قد مضى بعض الوقت منذ أن اتخذت أنا ووالد أولادي قرار إنهاء علاقتنا بعد الكثير من التفكير قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في الوسائل الإعلام، والتي كنت أجنبية تماما بعد اتخاذ القرار الانفصال قانونيا والتوقف عن العيش معا في انتظار إجراءات الطلاق. من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال وتقبل الحزن الذي يترتب على الفشل مشروع عائلي لمن لقد أعطيت نفسي الجسد والروح، وكان علي أن أواجه هذا العار. لقد احتجت إلى الوقت لأهضم هذه الصدمة، وغني عن البيان أنني كنت في حياتي دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا. لذلك نظرا لخطورة الاتهام لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة، وأتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكرا للجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وعاطفتهم واحترمهم. وعلى حسب هذا الشيء اللي قالت في الستوري، خصوصا اخر ما قالت، كيبين على انها ما تيقاش في اللاعب اشرف حكيمي، وخصوصا ملي قالت انها كتدعم الضحايا، يعني كتعني ضحايا الاغتصاب، وتيقه في العداله الفرنسيه. صراحه اخوتي هذا الشيء عيب وعار وحشومه ملي ما تيقاش في الزوج ديالها اشرف حكيمي، وخصوصا بانه بريء وما راعتش العشره اللي كانت بيناتهم وكذلك الاولاد ديالو. المهم اللي كاين هو انه الحمد لله اللاعب ديالنا اشرف حكيمي فكوا الله بطريقه يعني سهله مع هذه الزوجه ديالو الخائنه اللي ما كتوقفش معاه في وقت المحنه والحزه. ندوزو دابا الخبر الثاني: العمال ديال الفندق اللي نازلين فيه البعثه المنتخب الوطني المغربي في العاصمه الاسبانيه مدريد داروا ستوريات وحاطين صور ديال مائده المنتخب الوطني المغربي في الوجبه ديال السحور، وكيسبوا وكيعايروا في اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، وكذلك في هذا الشهر المبارك رمضان. وعلى حسب ما قال احد العمال في هذا الفندق بان بسبب البعثه ديال المنتخب الوطني المغربي زادوا لهم الخدمه وبقاو فايقين كيوجدوا في الوجبه السحور المنتخب الوطني المغربي. وهذا هو السبب وراء السب ديالهم والشتم ديالهم في الستوري اللي حطوه للاعبين وكذلك لهذا الشهر المبارك. لكن هنا كيجي التدخل ديال رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم السيد فوزي القجع ملي عرف بهذا الفعل اللي داروه العمال ديال الفندق، ودار اجراء سريع اللي هو تغيير الفندق للبعثه المنتخب الوطني المغربي، وكذلك قدم شكوى لاداره الفندق اللي كانوا فيه وغادي يتابعهم بسبب الاقوال اللي داروه العمال في الستوريات ديالهم وكيسبوا البعثة المنتخب الوطني وكذلك الشهر الكريم رمضان. المهم الخوت كنتمنى انكم فهمتوا البلان، وشكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.